سكان بلدية سيدي محمد وبالخصوص حي رضا حوحو راحة نفسية كبيرة، وذلك بعد حملات النظافة التي أصدرتها البلدية والتي لقت استجابة نوعية من السكان والتجار. المزيد مع عيسى بوسوسو. قبل نحو 6 أشهر كان سكان حي رضا حوحو بالعاصمة يعيشون غصة كبيرة بسبب النفايات المتراكمة التي كان يشهدها الحي، وما ينبعث منها من روائح كريهة وتولد للحشرات والطفيليات التي كانت تناصف السكان معيشتهم. والله غير بور ناس نحمدوا ربي 10 سنين وحنا نعانيو يا خويا من هذا حشك زبل. 10 سنين 10 سنين كان يجي الكاميون تاع الزبل عطنا تاع الليل يدير واحد الحس ما تقول مدافع راهم هنايا. انا نقول لك الكولوار هذا كي قال لك باللي كان يريح بالزبل حاشاك هما كانوا يروحوا ملي يدوروا وما يطلعوش من هنايا. كان حاشاك لابوبال هنايا الدنيا دائما خاسره. البلاصه كانوا يبيعوا فيها هنا الحوت كانت شويه فوضى، كانوا العشيه يغلقوا حتى الخمسة 4 ونص، وكانت الحاشاك تفوحها تاع السردين. لكن وبعد التعليمات التي أصدرتها البلدية وباشر بها السكان بالإضافة إلى تجار سوق الحي والمتمثلة في إجراء حملات نظافة دورية تشمل مختلف أحياء البلدية، أصبح السكان يعيشون راحة كبيرة. ملي جا رئيس البلدية هذا نشكروا على كل حال، كي طال لا شونس اللي جان هنا ينظفوا لنا الحالة، منظفين الحالة مهما الكلمة. الكولوار كيفاش ولا، والحمد لله. شوف شارع تاع حاسبه كيفاش ولا، جات التعليمات من رئيس البلديه شاك مبل حاشاك بلا بوبال تاعو، وراكم تشوفوا بعينيكم انتوما. رئيس بلديه سيدي محمد دار نقدر نقولوا دار حمله على مستوى بلديه سيدي محمد، وين وفر امكانيات بشريه، امكانيات ماديه. كانت زمان مسخه، دوكا شويه ماشي كيما كانت، هاي مليحه. اليوم الحمد لله نظافه، لابوبال يرموها كما في الوقت.